زيارات مكثفة وتفقدية بتعبير وزارة الدفاع الجزائرية إلى مختلف المناطق العسكرية أو النواحي العسكرية، وأيضا لقيادة القوات البرية. وكان واضحا جدا بالنسبة لهذا الخطاب أن يصل لمن طلب الجزائر على وجه التحديد بالابتعاد عن السلاح الروسي. السلاح الروسي الآن أصبح مثيرا للغاية، وأنه توسعي على العموم خصوصا في أوكرانيا وفي غيرها. هذا يعني مباشرة أن مسألة السلاح الروسي لدى الجزائر مقلق بالنسبة للكثيرين على وجه التحديد. فجاءت الرسالة مباشرة حيث يتأكد أن السلاح الروسي سلاح جزائري أولا، يعني أنه موجه لخدمة الاستراتيجية الدفاعية الجزائرية الآن لا أكثر ولا أقل، وليس أداة لطرف آخر أيا كان، وليس جزءا من المعادلة الدولية وإعادة ترسيم الحدود التي يعرف جيدا الجيش الجزائري حدوده، أي أن الجزائر تعرف حدودها بدقة على حد تعبير شنقريحة على وجه التحديد. إذن رئيس الأركان كان واضحا بالنسبة للحساسية المفرطة الأوروبية بعد أزمة أوكرانيا من السلاح الروسي لدى الجزائر. المسألة أن هناك تكييف أولا لهذا السلاح كي يخدم الاستراتيجية الدفاعية وليس هناك هجومية على كل حال. وثانيا أن من الصعوبة قبول سلاح روسي جزائري في أي مهام إقليمية، هذا الذي يريده الفرنسي والأمريكي. الفرنسا وأمريكا تريد أن تضغط على الجزائر بكون سلاحها سلاحا روسيا، وهكذا فإن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تريد دورا إقليميا وقاريا، ولم لا دوليا حسب تعبير رئيس الأركان نفسه، لأن الجزائر ليست رقعة جغرافية وحسب. إذن بالنسبة للرسالة واضحة جدا، قبول الدور الجزائري دون سلاح روسي في الجزائر يعني محاولة تعديل الميزان الاستراتيجي في المنطقة، انطلاقا من محاسبة الجزائر على أساس أن سلاحها روسي، فيما واقع الحالي أن هذا السلاح هو لا يخدم إلا استراتيجية وطنية ودفاعية وتحترم الحدود وتعرف حدودها بدقة. إذن هذه الرسالة لمن أراد أن يربط الدور الجزائري بالسلاح بتغيير نمط السلاح أو التسليح في الجزائر. الجزائر إذن تريد أن تصمد أكثر مع السلاح الروسي الذي أثبت فعالية عالية، وفي نفس الوقت أن يكون هذا السلاح في خدمة فقط العقيدة الدفاعية للجيش الجزائري. إذن من أراد أن يقايض من الأوروبيين وأيضا من الأمريكيين بعد زيارة بلينكن واقتراح مباشر للفقرة الأولى من تقرير البنتاغون بخصوص أفريقيا في علاقتها بالجزائر، نلاحظ أن السلاح الروسي لدى الجزائر له طابع شبه مقلق. الآن شنقريحة يريد إزالة القلق عن السلاح الروسي لدى الجزائر بأنه غير توسعي وأنه دفاعي ولن يستخدم خارج الحدود الجزائرية، وإن كان هذا الوضع الدفاعي فسيكون قادرا على صد أي مناورة أو أي هجمة كيفما كان نوعها ومن أي طرف كان. إذن الأمر هنا جاء لإرسال رسالة مباشرة إلى البنتاغون الأمريكي في هذا الظرف على وجه التحديد بخصوص محاولة ربط الدور الجزائري بالابتعاد عن السلاح الروسي. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والأكثر أهمية أن الجزائر غير توسعية ولن تكون، يعني أن أي دور لها لا في ليبيا أو في الساحل أو في غيرها لن يكون، خصوصا في الصحراء على الجانب الغربي من الجزائر،
لن نجد، حسب على الأقل هذه العقيدة، لن نجد أي دور ومن أي كان. وهذا الذي يطمئن الأمريكيين على وجه التحديد، الذين يرغبون في تواجد مستقر في هذه المنطقة وفي قاعدة العيون التي سلمت قبلا، والآن أصبح لها دور أكبر، خصوصا أمام إغلاق التأثير الروسي على الجانب الأطلسي أو أفريقيا الأطلسية عموما. وهذا جزء لا يتجزأ من وعود جزائرية بخصوص الدور الجزائري. فالدور الجزائري نعم سيكون فعالا، ولكن من منطق الأجندة الأفريقية وليس من منطق الصراع الدولي الآن الروسي الأمريكي. إذن الأمر هنا واضح بأن لا تغيير على مستوى التسليح الجزائري، ولكن هناك شيء مركزي ذكره رئيس الأركان في زيارته لقيادة القوات البرية، وهو قائد سابق لهذه القوات، ومن قيادة القوات البرية أصبح رئيس أركان. إذن عنصر حاول إرساله هو تحديث وعصرنة الجيش الجزائري، تحديث والعصرنة. إذن الأمر هنا قد يدفع إلى تأويل سياسي واضح بأن الجزائر مؤهلة لاستخدام سلاح إضافي في إطار هذا التحديث. إذن ما جرى قبلا، الآن هناك استراتيجية أخرى لتحديث وعصرنة الجيش الجزائري، وهذه السياسة ربما قد تضعنا أمام سؤال حول تنويع سلاح الجيش الجزائري. هذا احتمال كبير أمام هذا التحديث، وأيضا أمام رؤية محتملة أيضا قد تكون للمزيد من السلاح الروسي، لكن دائما تحت انضباط جيوسياسي واستراتيجي لصالح الجزائر. إذن واقع الأمر هنا أننا أمام اعتبار الجيش الجزائري بأنه مؤهل لتحديث. التحديث الآن قد يكون هو بالتصنيع، وهذا هو الشيء الهام جدا، وهذا يساير نفس الخطط التي ذهبت إليها ألمانيا واليابان في هذه المرحلة على وجه التحديد، وكل دول عدم الانحياز أو الداعين إلى عدم الانحياز في هذه الأزمة الروسية الأوكرانية. إذن بالنسبة للجزائر قد يكون التحديث المزيد من التصنيع والاعتماد على قدرات ذاتية، وأيضا الذهاب بعيدا نحو تشجيع شراكة ألمانية جزائرية في هذا الأفق الذي تفتحه الآن الألمانيا في المواقف التكتيكية والخطط الحربية في الميدان، وذلك للأهمية البالغة التي تكتسيها جاهزية الفرقة الأربعون للمشاة الميكانيكية ومدى استعدادها لحماية الحدود الوطنية والدفاع عن استقلال البلاد.